دعيت لك دعاء والله العظيم، دعيت لدكتور احمد ده دعاء ان انا ما كنتش مصدقه انه الحمد لله ربنا جعله سبب انه انا عملت العمره كامله، والركعتين اللي في النص اللي هي قدام مقام ابراهيم انا صليتهم سجده. اللي حصل ان انا كنت دايما لما بروح العمره وربنا يكتبها لي يعني يا رب دايما، كنت بعمل الطواف وباجي في السعي ما بقدرش، فكانوا الناس هناك اللي هم اللي بيزقوا الناس على الكرسي دول اصحابي يعني حب عمري، معايا ارقامهم كلهم. فكنت قبل ما بسافر زي ما بحجز الطيران وبحجز الاوتيل بحجز الراجل صاحبي اللي هيزقنا. ف بعد ما عملت اول عمره عملتها بعد العمليه انا رايحه على ان ده هيحصل، لان كنت لسه ما نزلتش قوي في الوزن. بعدين لقيت نفسي ايه ده، انا قادره، انا في نفس، انا مكمله، انا مش حرانه، انا مش عامله. فما كنتش مصدقه بجد ان انا عملت العمره كلها، لانه طبعا انا عارفه ان قبل كده كان ربنا يعني لما بيبقى عندك عذر وتصلي وانت قاعد على كرسي او بتعمل عمره وانت خلاص تعبان، ربنا بيتقبل باذنك يا رب يعني، والله اعلى واعلم. ولكن لما بتعمل الحاجة زي ما هي انت بتبقى فرحان زي اللي شاطر، انا عملت كل عليا. فاليوم ده انا دعيت لدكتور احمد قوي قوي في العمرة، واول ما طلعت بعت له مسج اشكره فيها وما كنتش مصدقه يعني. فده كان فرقت معايا قوي قوي، مش عايزه اقول لك والله كانت فعلا كنت مبسوط قوي وانا بسمعها.